السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سادتي الأعزاء في كل مكان. أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا في هذا اليوم الأربعاء 18 من نوفمبر من العام 2020. المشوار والمعتاد في صحف السودان الرياضية والسياسية التي صدرت صبيحة هذا اليوم بالعاصمة السودانية خرطوم، ونستهل هذا المشوار وهذه الجولة بصحيفة الصدر الرياضية. فأهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. في العناوين البارزة ورئيسة لصحيفة الصدر الرياضية: صقور وجديان تطفئ بريق النجوم السوداء في ملحمة تاريخية، وصول خطاب الفيفا لحل الأزمة المريخية، وعبد الرحيم الدلن يكشف التفاصيل الكاملة لصحيفة الصدى. الضوء قدم الخير، قال الإعداد يمضي بصورة طيبة. في مساحة المتابعات في ثانية الصدر الرياضية: صقور وجديان تطفئ بريق النجوم السوداء في ملحمة تاريخية. العجب يبدع في الصناعة ويهدي الغربال هدف النصر. فرنسي المنتخب السوداني يكشف دق الأسرار على الانتصار التاريخي على منتخب غانا بالأمس. أمير كمال يواصل الإجادة، قد نال نجومية مباراة الصقور أمام غانا بالأمس. محمد عبد الرحمن يرفض هدية التش ويحسن استقبال هدية العجب. أما في الصفحة الثالثة: الساحر التش يرتاح على صفحات صدى، قال تمسكنا بالأمل أمام غانا بالأمس وتمسكنا في أصعب الأوقات فكان الفرح الكبير إعادة تسجيل. تأكيد على صدق حديثي لصحيفة الصدى: مستحيل أبعد عن عالم المريخ الجميل. رئيس نادي المريخ يثمن ويشيد بدعم الوالي لتجديد تعاقد التش وبيبو والضم عزام. جماهير المريخ تحتل المكتب التنفيذي اليوم وتعلن عن المجلس الجديد. آدم سوداكال يشيد ويثمن دعم القنصل حازم للتسجيلات الحمراء. في صفحتي الوسط الرابعة والخامسة لصحيفة الصدر الرياضية: الأحمر يواصل في تحضيراته ويتدرب على فترتين. الضوء قدم الخير، قال المريخ لا يحتاج للكثير تكتيكيا، نركز أكثر على العمل البدني. أحمد آدم بيبو قال تجديد تعاقدي مع الأحمر أمر طبيعي، أحلم بموسم استثنائي. جد كومار ينضم للخرطوم الوطني وريح لحي الوادي نيالا. أما في الصفحة الخامسة: تطورات مثيرة في الأزمة المريخية. عبد الرحيم الدلن قال تسلمنا خطاب الفيفا بالأمس لحل الأزمة المريخية. التأمين على ما زا في الأمانة العامة، السماني في أمانة المال، نور الدين أبو جريشة، وترك بقية الخيارات للقنصل حازم. الموهبة المدهشة عمار طيفور اكتشفه مدرب الهلال فخطفه المريخ وكسب نجم الذهب. ناجي جابر قال هلال والتبدي سينفذ أفضل إعداد من أجل ظهور إفريقي مميز. أما في أعمدة الرأي: زوم لأبو عقلة ماسا الذي كتب هذا المقال تحت هذا العنوان: سلبية أهل المريخ. في سادسة صدر رياضية: حظوظ الوافدين الجدد للظهور في تشكيلة المريخ. أقوى الخطوط هي خط الوسط، حلول وافرة في المحاور وصناعة اللعب. كنان في كماشة السيفتري والعقرب، مهمة ليست عسيرة على أحمد عبد العظيم. كنان وصف الدمازير المحترفين في كماشة السيفتري والعقرب. بكر مدينة: المفاجآت واردة، الخيارات الوافرة تبحث عن مدرب ذكي. أما في مساحة الرياضة العالمية: في سابعة صدر رياضية ضمن الجولة الرابعة من تصفيات كأس إفريقيا، المغرب يسقط إفريقيا الوسطى بثنائية بالأمس. الفراعنة يسحقون منتخب توغو في عقر داره. وثيم: يقر نادال في البطولة الختامية. ليفربول يعترض طريق فينالدوم نحو برشلونة الإسباني. بيل قال توتنهام هو المكان الذي أشعر فيه بالحب. ريال مدريد يتنازل لبيع إسكو واليدو راموس. يطمئن جماهير ريال مدريد رسميا الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا يحسم موعد ومكان كأس العالم للأندية للعام 21. في أخيرة صحيفة الصدر الرياضية: فيلم سوداني يدخل ترشيحات أوسكار لأول مرة في التاريخ. وفي أعمدة الرأي: كبد الحقيقة لدكتور مزمل أبو القاسم، مزيج التناقض والاستهداف. رحيق رياضي لأحمد محمد الحاج، عجب والغربال، الشريحة والجوال. وفي مساحات الفن لبلال البشاري: ناس عجاج تغني للأطفال في الجزيرة. رؤى محمد نعيم سعد تعيد أغنية السيادة اللواري
بعبارات شبابية. أما في صحيفة الجوهرة الرياضية وفي أبرز عناوينها: جدد الحظوظ في التأهل لنهائيات الكان، صقور والجديان، تصاد النجوم السوداء برأسية الغربال الفنان الكينج، قال فوز والمنتخب تتويج لجهود كبيرة، فيلود وأكرم يهدون الفوز على غانا إلى شداد، وبرجو يسلم اللاعبين حافز الانتصار، الصوبات يتخذ خطوة جادة لاستعادة قناة الهلال، بعثة الأزرق تزور نادي الزمالك، محامي الغربال يكشف عن اتصالات من الخرطوم لعرقلة الصفقة، الصربي زوران يكتفي به تدريبات الصالة بالأمس، الفحوصات الطبية تثبت تعافي صلاح عادل، والدوليون يلحقون ببعثة الأزرق بجمهورية مصر العربية. في ثانية صحيفة الصدر الرياضية: مساحة للقاءات والحوارات حاورته إيمان بدوي سكرتير والاتحاد السوداني لكرة الطائرة في ضيافة دنيا المناشط خالد حمد، قال الاتحاد العام يقوم بعمله على الوجه الأكمل وزيادة، تسير الرياضة مسؤولية الدولة، الظروف الاقتصادية دفعتنا لتقليص الدوري الممتاز، قد نعود إلى النظام القديم في الموسم القادم، نشاط اتحاد الخرطوم صفر على أرض الواقع، وبرنامجه الانتخابي الصراع مع العام. أما في صفحة الثالثة: طيفور اكتشفه مدرب الهلال فخطفه المريخ، فوزان وتعادل في مونديال البوني، صالة كمال شلبي تستعد لاستضافة التصفيات المؤهلة لبطولة افريقيا لكرة السلة، الاسماعيلي المصري يتراجع عن اتمام صفقة نجم سموحة المصري مرتضى منصور، يجتمع بافراد مجموعة الزمالك الخميس المقبل. اما في دوري الدرجات الرياضية المختلفة: للزميل سامر مختار سامي زيادة مدربا للشعب البحروي، محمد الضيف قال نادي الشموخ قدمني للنجومية، أبو قدوم يتمسك باستقالته من نادي بري، نادي الأحرار يجتمع ويشكل لجانه كاملة. في رابعة وخامسة صحيفة الجوهرة الرياضية: السودان يجدد الآمال في التأهل بفوز قاتل على غانا، خطورة السودانية كانت بالأمس، لدغة قاتلة من محمد عبد الرحمن، حسن برجو، فيلو، أكرم الهادي سليم يهدون الفوز على غانا إلى البروف كمال شداد. أما في الصفحة الخامسة: الجوهرة الرياضية تلقي نظرة على تطورات المشهد الانتخابي بالهلال السوداني، تصريحات والكينج من أبرز المسجدات بساحة الممارسة الديمقراطية الزرقاء، إقبال كبير لاكتساب العضوية الجديدة، أعضاء النادي ينتظرون موقف الصوبات من الانتخابات، التنافس بين المرشحين يبلغ الذروة الإعلامية، تنظيم فجر الغد الأكثر حماس للعملية الانتخابية الزرقاء، ضبابية حول مرشحي بقية التنظيمات. الجوهرة الرياضية في القارة الإفريقية في سادسة صحيفة للزميلة دار النعيم عبدين: رباعي منافس المريخ ينضمون إلى الفريق بعد مباريات المنتخب، مساعدة مدرب بوتسوانا تخطف الأضواء في التصفيات، ساديو ماني يتساوى مع الحاج ضيوف ديالو في صدارة هدافي السنغال. أما في مساحات الرياضة العالمية: اختطاف نجم سابق في الدوري الإيطالي المرة الثانية البريمير ليج على أعتاب استعادة الجماهير من جديد، الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا يكشف عن الموعد الجديد لمونديال الأندية في قطر، فيروس كورونا يورط ميلان ضد نابولي، وفرمان والليغا يخفض أجور لاعبي ريال وبرشلونة الإسباني، مانشستر سيتي بطبيعة الحال يتحرك في كل الاتجاهات، ليفربول يعترض طريق فينالدوم نحو برشلونة الإسباني. في أخيرة صحيفة الصدر الرياضية: هنأ المنتخب السوداني بالنصر هشام الصبات، دعونا نرتقي لنعانق الوطن ولا نستصغره لينزل إلينا. أما في عميدة الرأي: لقاء كل يوم للكاتب رمضان أحمد السيد، السودان يقهر غانا بهدف قاتل، الغربال ينغذ صقور الجيدان برأسية السينما، أبطال السودان يصمدون ويتفوقون على محترفي الدوريات الأوروبية، أبو 20 يحافظ على الشباك نظيفة، يتوج
يتوج نجما للمباراة. السودان يعقد حسابات المجموعة لغانا وجنوب افريقيا. غانا والسودان الأقرب للتأهل في هذه الحالة. مباراة تاريخية، انتصار تاريخي لصقور الجديان على النجوم السوداء بلمس. أنصار المنتخب إدارة ولاعبين وتدريب يهدون الانتصار. البروف كمال شداد الدكتور حسن برغو يقدم حافزه الدولاري الخاص للاعبين بعد المباراة مباشرة. الفرس يؤكد النجاعة الكامل والفرحة تعم كل السودان. صدام حاسم بين جنوب افريقيا وغانا في الجولة القادمة. مدرب غانا يتجرعها من جديد هزيمة في ملعب الجوهرة الزرقاء. لجنة تطبيع الهلال نجحت في تقديم الملعب تحفة رائعة للمباراة. الغربال يؤكد أنه بحجم الضجة الكبرى حول تسجيله. البرج والمريخ سيندمون كثيرا على التفريط في موهبة السودان. نجوم الهلال في المنتخب يلحقون ببعثة الهلال بجمهورية مصر العربية. شفاء نجم الهلال صلاح عادل وتسفير النجم ليلحق بالبعثة الهلالية. أما في عميدة رأي كذلك خلف الشباك ليكابوتش الذي كتب هذا المقال تحت هذا العنوان: الغربال يوقع في غانا في نفس التوقيت الذي قبله فيه السيستم للهلال. في يبرز عناوين صحيفة جون رياضية: أنعش أمال السودان في الوصول لكان. الغربال يغتال غانا بأروع شبال. البرهان يبارك الانتصار يعلن عن دعم صقور الجديان. الهلال الجديد يتأهب لطلائع الجيش بالحديد. الحكيم والصوبات يشيدان بانتصار منتخب السودان بالأمس. في ثانية صحيفة جون رياضية: إبعاد حمو وعجب من المنتخب السوداني. الاتحاد والعام يفتح ملف أزمة الموسم ويستدعي عجب حمو وبخيت خميس. كاتب مريخي يفتخر بخطف الهلال الجكسة. النار تشتعل بالعرض جنوب، غضب على رابطة قطر. أما في الصفحة الثالثة: وفد هلالي سوداني زار نادي الزمالك المصري وتبادل الدروع مع مرتضى منصور. الأقمار يكتفون بتدريبات صالة صباحا. يحتفلون بفوز صقور الجديان عصرا. فحوصات طبية تنتظر وضاح في مصر. وصلاح عادل يتجاوز محنة كورونا وينضم للمعسكر. الدوليون يغادرون اليوم القاهرة. الصوبات يهنئ لاعبي المنتخب. وطاهر يونس يفي شطب النجم فارس. في مساحة عميلة رأي والمقالات: رأي رياضي للكاتب السيد إبراهيم عوض. 3 نقاط من أبو 3 عقود. جملة مفيدة لياسر فضل مولى: أفرح مع الغربال. وبالعربي الكسيح لمحمد الطيب الأمين الذي كتب هذا المقال تحت هذا العنوان: المنتخب الوطني ضحك في بيت البكا. الموجة الأزرق لمعتصم محمود: حرب التشييع تشيع الرعب بالمريخ. في رابعة وخامسة صحيفة جون رياضية: بهدف قاتل. صقور وجديان تثأر من غانا تفرح، والسودان تنعش حظوظ الوصول لنهائيات الكان على الطريقة العالمية. الغربال يسجل بضربة رأسية. وأبو 20 نجم المواجهة الإفريقية. رئيس لجنة المنتخبات الوطنية يهنئ الجماهير السودانية ويهدي الفوز للبروفيسور كمال شداد. صحيفة جون رياضية في ولايات البلاد المختلفة في الصفحة السادسة: أبايول القضارف يصرف أكثر من مليار في التسجيلات. نصر الدين مفرح: دورة الوفاء للشهداء من فروع المد الثوري. محجوب النيل يفاجئ الأمل بور السودان بالاعتذار عن الاستمرار. حصول مصور على نجومية تسجيلات بولاية الجزيرة. اتحاد مدينة الأبيض يجدد بل يحدد موعدا للتعاقد مع المشاطيب.
في مساحة الرياضة العالمية، إعداد وإشراف الزميل هاني عبد الله يونس. انتر ميلان يعلن عن إصابة نجمه بفيروس كورونا. مرشح لرئاسة برشلونة الإسبانية. نيمار ملائم لمشروع يقود تشافي، ولكن بيريز يفتح باب الرحيل أمام راموس. راشفورد يواصل في حملات الإنسانية المؤثرة. كورونا يورط الميلان ضد نابولي. وفي ذات المساحات، فيروس كورونا ينقذ برشلونة الإسباني من ثأر سواريز يبعثر أوراق سيموني. من صحيفة جون رياضية مباشرة إلى صحيفة اليوم التالي السياسية، وفي أبرز عناوينها: محاولات لإجلاء السودانيين من إقليم تيغراي. انتصار تاريخي للسودان على غانا بهدف محمد عبد الرحمن. وزارة الصحة السودانية قالت وفاة 59 شخصا وإصابة 191 في الموجة الثانية لفيروس كورونا. سيتي بانك قال الدولار قد يهبط إلى 20% في العام 21. في مساحة الأخبار في ثانية اليوم التالي السياسية: تاور يطلع على مجمل الأوضاع بولاية شرقي دارفور. صندوق النقد الدولي قال 52 مليون دولار لمساعدة جوبا ضد فيروس كورونا. الصحة البريطانية تطلب من جونسون عزل نفسه ذاتيا. لجنة جائزة نوبل تدعو أبي أحمد لحل النزاع سلميا. مخاوف من أزمة إنسانية على الحدود السودانية بين إثيوبيا والسودان. الفاو قالت الجراد والآفات تدمر 40% من المحاصيل بصورة سنوية. في رابعة صحيفة اليوم التالي السياسية، وفي صفحة القضايا الساخنة: وفقا للمؤشرات الحالية فإن معدلات الفقر سوف تزداد حدة مقرونا ذلك مع زيادة التضخم، مما يفرز السؤال: هل تنجح الدولة وسياساتها في كبح جماح أزمة الاقتصاد حال البلد؟ أما في الصفحة الخامسة: جلسة ساخنة، تفاصيل مثيرة. المحكمة ترفض استبعاد النائب العام و6 ممثلي هيئة الاتهام في محاكمة مدبر انقلاب 30 يونيو. أبو بكر عبد الرازق يطلق الاتهامات المحكمة. الحشاش يملى بياناته. جدل السياسة والقانون. في سادسة وسابعة صحيفة اليوم التالي السياسية: أثرت المناورات العسكرية المشتركة بين مصر والسودان حفيظة الكثيرين، واستقبلها البعض بتوجس وحذر عن فحوى توقيتها، ومن أنها قد تكون موجهة لضرب سد النهضة الإثيوبي في الوقت الذي تشغل فيه إثيوبيا بحربها الداخلية. فهل هي رسالة أم أنها مجرد تدريبات عادية بين البلدين؟ هذه التدريبات المصرية السودانية الجوية أطلق عليها نسور النيل. في مساحة أعمدة رأي والمقالات في الصفحة السابعة: الدكتور حسن أبو طالب يكتب هذا المقال: الفيدرالية الإثيوبية في قبضة حرب تيغراي، احتفالات والسلام مغزى ومعنى للسيد الصديق عبد القادر محمد. أما السيد أبو بكر عبد الصادق فكتب هذا المقال تحت هذا العنوان: الملهوفون ناس الدنيا. وحافظ قطبي البشاب كتب هذا العمود تحت هذا المسمى: سكرامنتو، مدينة هام بها السودانيون. في مساحة رياضة العالمية: جوميز يكمل طاقم الفني للمريخ، والأحمر يواصل إعداده للكونغولي بقوة كبيرة. زيدان يتخلص من نجم ريال في صفقة مبابي، وتبدي دشن إعداده للدور الأول من البطولة الكونفدرالية. الهلال السوداني يلتقي بطلائع الجيش المصري في ثاني تجاربه التحضيرية بجمهورية مصر العربية.
في أخيرة صحيفة اليوم التالي السياسية وفي أعمدة الرأي للعطر افتضاح للدكتور مزمل أبو القاسم، فكتب هذا المقال تحت هذا العنوان: انتصرنا ولكن. والسيد هيثم صديق يكتب هذا المقال تحت هذا المسمى. يا سلام عليك. في أبرز عناوين صحيفة الانتباه السياسية: عقار قال جيوش بالخرطوم مؤقتة. وزير الإعلام لصحيفة الانتباه قائلا: لم يكتمل الاتفاق على التعديلات الوزارية، رفض استبعاد وكلاء نيابة بمحاكمة مدبر انقلاب 89، 56 وفاة بالموجة الثانية لفيروس كورونا بالبلاد، مسؤول بالحكومة يزور وزارة الطاقة بسبب أزمة الوقود. الجبهة الثورية قالت: لا خلاف حول تسمية مقاعد السيادة الوزراء والمجلس التشريعي. لجنة تفكيك النظام السابق قالت: ضبط مخالفات في توزيع الدواء. في مساحة الأخبار في ثانية الانتباه السياسية: الأمم المتحدة قالت: أزمة إنسانية واسعة على حدود السودان وإثيوبيا، وثيقة رسمية. ارتفاع نسبة الأمية وسط الإناث مقابل الذكور. وزارة المالية قالت: على وزيرة بالحجر المنزلي ولم تقدم استقالتها. نائب سلفاكير حميتي دفع ديات بقيمة 30 بل أكثر من 38 مليار جنيه. أما في الصفحة الثالثة: إضراب رؤساء وكلاء النيابة، توقف العدالة. وفي ذات الصفحة: تل أبيب طرق جديد للأبواب. في خامسة الانتباه السياسية: يتهم فيها المعزول و27 آخرين. محكمة مدبري انقلاب 89 جلسة ساخنة. المحكمة ترفض استبعاد وكلاء نيابة ومحامين من تمثيل الحق العام في الدعوة. قاضي المحكمة قال: الخطبة وردود عليها لا يأخذ بها. والحشاش يقدم بياناته. عبد الرازق: انقلاب 89 لم يكن على الديمقراطية وتداول السلمي للسلطة. محامي قال: 4 سفارات بالخرطوم فرضت الوثيقة الدستورية على المجلس العسكري. في مساحة الأخبار: قوات العمليات تضبيط مروجي مخدرات ومتفلتين بالسوق المحلي تقوم بتزييف العملة. ضبط خلية لتخريب الاقتصاد بالخرطوم. متهمون يتخطون حاجزا أمنيا يشرعون في قتل شرطي بمبدأ. اتهام أم باختطاف طفلها وطليقها يقيد بلاغا في مواجهتها. وضبط خلية لتخريب الاقتصاد بالخرطوم. وفي أعمدة الرأي: وجه النهار لهاجر سليمان، إضراب وكلاء النيابات. في دنيا الاقتصاد في ثامنة الانتباه السياسية: غرفة المواصلات بانعدام الوقود الحديث عن تعرفة المواصلات لا معنى له بعد عزلة دامت 30 عاما. تصدير منتجات الثروة الحيوانية ومخلفات الذبيح للولايات المتحدة الأمريكية. في ذات المساحات: حرب اثيوبيا، انتهاء المهلة. الطيران الإثيوبي يشن غارة جوية على الجبهة خارج مجلي. أبي أحمد يتوعد بعملية عسكرية نهائية وحاسمة خلال أيام من الآن وبعد تفاقم مشكلة الميناء. معيقات الصادر والوارد، من يضع المتاريس. في مساحة الرياضة لصحيفة الانتباه السياسي: الغربال يقود السودان لفوز غال على غانا. آدم سوداكال يطالب بالإسراع لتشكيل لجنة قانونية لقضايا الأجانب. غوميز في الخرطوم: الحمر العاصمي يواصل في تدريباته بكامل النجوم في هذا اليوم. توقعات بإصدار بطاقة مؤقتة لنجم المريخ. بكر المدينة: مولدية الجزائر يؤكد صحة انتقال الغربال الهلالي السوداني. سليم يحصل على الضوء الأخضر للعودة
العودة لتدريبات منتخب الشباب يواصل في إعداده بزنجبار تطورات مثيرة بشأن أزمة المريخ. صلاح عادل يتعافى من فيروس كورونا وينضم لمعسكر الهلال بجمهورية مصر العربية. أما في أعمدة الرأي في السلك ليبا بكر سلك الذي كتب هذا المقال تحت هذا العنوان: وطنا باسمك كتبنا ورطنا. في أخيرة صحيفة الانتباه السياسية وفي أعمدة الرأي القراية مدق لمحمد عبد الماجد دموع حميدتي وابتسامة حمدوك خلف الأسوار لسهير عبد الرحيم التي كتبت هذا المقال تحت هذا العنوان: أنا عندي ضغط. أما في صحيفة الدار الاجتماعية وفي أبرز عناوينها تقرير صادم: تصاعد الإصابات في السودان بفيروس كورونا. وزارة المالية تفي استقالة الوزيرة هبة وتوضح في بيان لها وفاة شقيقتين اختناقا وذلك عند محاولة إحداهما إنغاذ الأخرى في محاكمة مدبري انقلاب 89. جدلا واعتراض كبير بين هيئة الدفاع وهيئة الاتهام. بيان من أسرة الدكتور عوض الجاز حول بيان سحب درجة الدكتوراه الفخرية. اكتمال والتحريات في بلاغ مقتل الطفل وإخفاء جثتها داخل كومغش. في ثالثة صحيفة الدار الاجتماعية وفاة 7 أشخاص وإصابة آخرين نتيجة لحادث مروري. القبض على أخطر عصابة التخصصات في تزييف العملة وتزوير استيكرات العربات. اكتمال بدر جامعة كسلا باستئناف الدراسة. ارتياح وسط الطلاب. لص سرقة طلمبات الغاز في قبضة شعبة مباحث الصناعات. في رابعة وخامسة الدار الاجتماعية أوتار رصيل للكاتب المتميز سراج النعيم: إلغاء الحفل الجماهيري للموسيقار محمد الأمين بسبب جائحة كورونا. أبو الأمين يلزم شركات الإنتاج الفني المتعهدين بالتباعد الاجتماعي. توزيع الكمامات والمعقمات في حفل الباشكاتب بنادي الضباط. أما في الصفحة الخامسة قضايا اجتماعية للزميل محمد مزمل: الإعلامي والصحفي رقم أحمد البلال الطيب. رحلة رجل عصامي في بلاط صاحبة الجلالة. إبطال السحر والعين والنظرة والعقدة للشيخ عبد الباقي الفادني في شذرات إيمانية. رئيس حزب السودان الأخضر: السلام يمثل اللبنة الأولى لبناء سودان جديد. أما في أعمدة رأي دلتا الدواخل للكاتب سراج النعيم فكتب هذا المقال تحت هذا العنوان: الكوباني ودرما ولغة الموت. في مساحات رياض العالمية في سابعة الدار الاجتماعية للزميلين غندي زيدابي وفيصل صيام: نيمار دا سيلفا يتخلص من آلام الساق. سان جيرمان يؤمن نفسه غدر مبابي بصفقة مدريدية. إصابة اللاعب السعودي فيروس كورونا وغيابه عن قمة الهلال والنصر. كورونا ينغذ برشلونة من ثأر سواريز. يبعث أوراق سيموني. بيريز يفتح باب الرحيل أمام راموس. زين الدين زيدان يتخلص من نجم ريال مدريد في صفقة مبابي. وفي ذات المساحات المنوعة هناك العديد من الأخبار الرياضية في سابعة الدار الاجتماعية. في أخيرة الدار الاجتماعية: الصباط يتخذ خطوة جادة لاستعادة قناة الهلال بزيارة مفاجئة لمبانيها. الهلال يكتفي بميران الصالة ويلاعب طلائع الجيش غدا. محمد عبد الرحمن يقود السودان للفوز على غانا بالأمس. الحضر يحسم عودته للملاعب من جديد ويؤكد بقوله: انتظروني قريبا. أما في أعمدة رأي نسوانيات لهادية صلاح مدني: شرطة ولاية الخرطوم كان الله في عونها. الكلام الساخن لمبارك البلال الذي كتب هذا المقال تحت هذا العنوان: لا لفتح المدارس.
أيها السادة والسيدات الأعزاء في كل مكان، انتهت هذه القراءة في صحف السودان الرياضية والسياسية والاجتماعية التي صدرت صبيحة هذا اليوم بالعاصمة السودانية الخرطوم. نفذها لكم على الهواء مباشرة زميلتي سارة أحمد المصطفى، فيما كنت معكم مازن صلاح أمين. صلوات ربي وسلامه عليك سيدي يا رسول الله.